السلام عليكم. اخيرا الفيديو اللي وعدتكم به، هذا الليمون ديال الدق. خديته حوالي اسبوع. هادي كيف ما كتشوفوا في الصوره اعلاه كان باقي خضر وباقي قصيصح شي حاجه. خليته مده اسبوع بيد ما رطب وبيد ما كتشوفوا الاغلبيه ديالو رجع صفر. كيتميز بالقشيره ديالو الرهيفه والحموضه الناقصه، واحد الطعم شويه واحد لاغيغو فحال سكري. وبالنسبه لعمليه التحميض ما كاينش شي ما اروع منه. على بركه الله. باش ناخذ اللويمات ديالنا وفي اناء معدني احسن، يقدر يكون حتى زجاجي ولكن مهم يكون واسع باش ننزلوهم ونعملوا فوق منهم نغطيوهم تماما بالماء غليان. كنخليوها 15 حتى ل 20 دقيقه بيد ما كيطيح من ديك المروره اللي في القشره وكيرجع اكثر عصاره. وفي انتظار 20 دقيقه مشيت عدلت واحد الكويس ديال الشوكولا شو اللي صورته معكم مؤخرا. ما شاهدتكم الروعه. وهنا 20 دقيقة ديالي انتهت، وشوفوا معايا السحر، اللون توحد، مشى الخضر ورجع كلشي صفر. واجي نقول لكم واحد من الاسرار اللي ما يقولها لكم حتى واحد. لاحظوا معايا هنا، ربما رديتوش البال ولكن الليمون كاين واحدين مغلوقين وواحدين مفتوحين. المفتوحين هما ديك اللي كانوا خضر، والمغلوقين هما ديك اللي كانوا صفر، يعني كانوا اصلا بداو كيطيبوا. فاش تنفعنا هذه المعلومه؟ تنفعنا انه ساعه اللي كنصبروهم ما كنعملوهمش مع بعضهم، كنفرقوهم، لان هادوك اللي كانوا طيبين اصلا ماشي يوجدوا لنا اسرع بجوج الاسابيع او اكثر. ودابا جي نوريكم اهم عمليه. شوفوا معايا كيفاش قطعته على شكل علامات زائد، من الفوق بالطول ومن تحت بالعرض. وديك القطعات اللي قطعت كنعمرهم بمليحه باش ننزلها جانبا ونعاود نوري لكم العمليه مره اخرى. شوفوا معايا هنا التقطع بالعرض، نعاود نقلبها، وهنا بالطول مخالفين ماشي في نفس الاتجاه. كنقطع حد النص سواء بالطول او بالعرض حد النص، كنعمر بديك المليحه ديالي مزيان مزيان من الجهتين وكنزلهم. وكنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وهنا ملحوظه، انا ما كنعمل شي كميه كبيره لان مازال باش نعملوا اللي مصير، ومازال باش نعملوا الليمون بلدي حتى هو مصير. هما هاد ثلاثه العينات ما كيجيوناش سبحان الله في نفس الوقت، كيجيو في ثلاثه الفصول مختلفه. هنا كنوري لكم الرضومه اللي باش نصبر فيها واللي عقمتها قبل، مغسوله بالليخيه او بالخل. كنوري لكم انه الكوفركل مهم جدا جدا، سواء بهذه الطريقه او بالشكل الاخر. المهم كيكون عزل تام عن الهواء. هذا الاخير هو اللي كيفسدوا لنا اذا تسرب. لاحظوا معايا كنعملهم وحيده قدام اخرى، وهنا كنعملهم محكمين. لاحظوا انهم ما كيطيحوليش. وواحد ملاحظه اخرى، ما كنعملهمش هما سخانين، ضروري حتى يبردوا لي باش ما كيتعنفجي وكيجي طايب بزاف قبل من الوقت ديالو. وكنستمر بنفس العمليه حتى في الرضيمه اخرى. هنا اذا لاحظتوا معايا كنعمل ديك اللي قلت لكم اللون ديالهم مغلوق، اذا هادو عاد يوجدوا لي باذن الله